السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوية نصايح لو انت عملت بيها ان شاء الله بإذن الله هتكون ناجح وسعيد في حياتك دائما. ما تسمحش لحد انه ياخد الأولوية في حياتك طالما انت حاجة ثانوية في حياته. مفيش حاجة بتتغير الا لما احنا نتغير. هو انا محتاج قد ايه وقت واتعلم المهارة دي؟ غلط. هو انا محتاج قد ايه وقت واتقن المهارة دي؟ حاول انك تبقى فلوينت في الانجليش قبل ما تطلع من الجامعة، ولو كنت اتخرجت من الجامعة انت لسه الوقت قدامك، بس الموضوع ده هيسهل عليك كتير. ابدأ من دلوقتي. لما تعيط امسح دموعك بإيدك، ما تستناش حاجة من حد. خليك مخلص لنفسك وحب نفسك عن طريق انك انت تهتم بيها وتطورها وتخليها احسن، مش تقعد معتخ وما تعملش حاجة. نقولها تاني، خليك مخلص لنفسك. ما هي الحياة لو كانت سهلة ما كناش نزلنا من بطن امنا واحنا بنعيط. بلاش تخيب امل اهلك فيك، عشان ممكن انت تكون الامل اللي هم عايشين عليه. دايما افتكر انك لو عايز تنام هتنام، لو عايز تذاكر هتذاكر، لو عايز تعمل حاجة هتعملها، ولو عاوز تخلق اعذار هتخلق اعذار، ولو عاوز تحقق نتائج هتحقق نتائج. انت المتحكم في نفسك. اللي مش بيتقدم بيموت. عشان كده بتلاقي ناس كتير حواليك ميتة. في حاجتين بيدمرونا، انك تشغل نفسك بالناس وانك تشغل نفسك بالماضي. خد منه الدرس وانساه. مودك هو اغلى حاجة عشان تشتغل، عشان تذاكر، عشان تقرأ، عشان تطور من نفسك. اوعى تخلي حد انه يعكره او يبوظه. حاول تبص لكل حاجة في حياتك من منظور مختلف. انت مش محتاج تثبت للناس اي حاجة. التحدي الحقيقي انك تثبت لنفسك وتقنعها. اوعى تهرب من الواقع، لان الواقع موجود حواليك في كل حتة. واجهه. قمة الغباء انك تحكم على حد من كلام الناس. اسمع له، اتعامل معاه، وبعد كده احكم عليه من تصرفاته. ما تخليش التعليم الحكومي يلهيك عن التعليم الحقيقي والتعليم الذاتي. هتعمل حاجة يبقى في حاجة في حياتك هتتغير. مش هتعمل حاجة يبقى هتفضل بطة بلدي حتى لو عندك 60 سنة. لما تفتح الفيسبوك أو اليوتيوب أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، حدد هدفك إيه. هتضيع وقتك على حاجات مش هتفيدك، عمرك هيضيع. هتدور على حاجات تفيدك وتدورك، هتنجح إن شاء الله. هتلاقي الناس حواليك بتقول أنا نفسي أنجح، أنا نفسي أتغير، أنا زهقت من حياتي. الغريبة بقى إنهم مش بيعملوا حاجة عشان يغيروا بيها حياتهم دي، وبيفضلوا مستمرين في حالة البؤس اللي هم عايشين فيه. ودي بصراحة حاجة أنا مش قادر أفهمها. اللي عايز يتغير هيتغير. عارف أنت الراجل اللي في عيلتك اللي بيقولك يا خلبوس خلص الجامعة وشغلك عندي؟ لما تتخرج قول لي عمل معاك إيه. ما تتوقعش حاجة من حد، واوعى تعتمد على حد إنه يغير حياتك أو يجيب لك وظيفة أحلامك. ما تغامرش بمستقبلك. أنت أملك الوحيد. انك تفتح شغلك الخاص دي حاجة سهلة، اما انك انت تخليه مستمر وينجح ده الجزء الصعب. في العلاقات الاجتماعية بالذات اوعى توعد وعد وما توفيهوش. ما توعدش من البداية. اتعلم من الدرس او الموقف اللي بيحصل لك في حياتك، عشان لو ما اتعلمتش منه الدرس اللي بعده هيبقى ارخم واصعب بكتير. مفيش تعريف محدد للنجاح، هتلاقيه مختلف من شخص لشخص. حاول انك تحط مفهومك الخاص بالنجاح وتعيش من خلاله. سيبك من التعريف اللي المجتمع حطه. هقولها تاني، اللي مش بيتقدم بيموت. اوعى تزهق من حياتك طالما عندك الصحة والقوة اللي تخليك تعمل اي حاجة. خلي بالك، لما توصل لمرحلة انك تقتنع ان مفيش حد يقدر يعلمك حاجة جديدة، اوعى، انت كده في مرحلة الانهيار. كلنا بنتعلم. لو انت شاب فانت كل اللي انت بتملكه حاجتين، الوقت والحماس. ارجوك استغل الحاجتين دول وخصوصا وقتك، عشان كل ما تكبر عنصر الوقت هيقل معاك وهتبقى شغال ومشغول. وقت شبابك ده هو الوقت المفروض تعمل فيه كل حاجة، وانت مش بتعمل فيه ولا حاجة. اعمل حاجة مفيدة. انجح عشانك، عشان اهلك، عشان مجتمعك، عشان ناسك، عشان بلدك. لو شايف ان النصايح دي مفيدة يا ريت تعمل لايك وتعمل شير عشان الناس كلها تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.